وتكبر ستنا فاطمة وتبقى في سن الجواز، ويبدأوا الخطاب يتقدموا لها كتير جدا جدا جدا، لحد ما واحدة من الأنصار تروح لسيدنا الإمام علي عليه السلام والرضوان وتقول له: يا علي، أما علمت أن فاطمة قد خطبت؟ يعني بيتقدم لها خطاب كتير. قال: علمت، أنا عارف. قالت: يا علي، ما تروح لسيدنا النبي تتقدم، إن شاء الله يوافق. قال: ليس عندي ما أخطبها بي، ما عنديش صداق، معيش مهر. قالت: لا عليك يا علي، اذهب ورسول الله يحبك ويوافق. فبيقول فضلت تضغط عليا وانا مكسوف من سيدنا النبي لان انا معيش مهر، بس هو نفسه يتقدم لستنا فاطمه. بيقول فاجمعت نفسي، شجعت نفسي كده ورحت لسيدنا رسول الله. شوف حضرتك، شوف بقى حنية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيروح لسيدنا رسول الله. سيدنا علي في الحديث الصحيح بيقول: فجلست فأفحمت أمامه. أفحمت أمامه يعني قعدت قدامه مش عارفة أتكلم. فقال لي: كيف حالك يا علي؟ وسيدنا علي عمل راسه كده عليه السلام: يا علي، ما الذي جاء بك؟ وسيدنا الإمام علي عمل راسه كده مش بيرد. يا علي، إيه اللي جابك يا علي؟ محتاج حاجة؟ سيدنا علي ما بيردش. فسيدنا رسول الله يقول له: يا علي، أجئت تخطب فاطمة؟ يقول سيدنا علي: فأومأت برأسي النعم، يعني عمل كده مش قادر حتى يقولها من الكسوف من سيدنا النبي. فقال: يا علي، وأنا زوجتك فاطمة، بالبساطة دي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن يا علي، عندك ما تصدقها به؟ معاك مهر؟ وهنا دليل ان المهر ده فرض، لازم الزوج يدفع مهر. قال له: والله يا رسول الله ما معيش حاجة، وده اللي كان مخليني اتكسف اجي اطلب من حضرتك. قال له: لا، انت عندك يا علي. انا عندي يا رسول الله. ايوه، فين الدرع التي كنت قد سلحتكها؟ يعني فين الدرع اللي انا كنت شاريها لك من فترة؟ هي اصلا فلوس سيدنا النبي. فسيدنا علي بيقول: عندي، ولكن انها لحطميه. حطميه يعني لو اتباعت هتجيب فلوس قليله. قال له: بيعها يا علي وهات الفلوس، ده مهر فاطمه. وهنا دليل ان احنا الزوج ممكن يبيع حاجه غاليه عليه عشان يتزوج، لان الجواز سنه من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويروح سيدنا علي ويبيعها ويجيب 4 دراهم يديهم لسيدنا رسول الله. سيدنا من حنانه ورحمته بستنا فاطمه ياخد المهر ده يشتري بيه ايه؟ ملابس وعطور وحلي عشان يفرح ستنا فاطمة. مع انه كان ممكن يقول دي مش حاجات ضرورية في اول الحياة، اول الحياة شقوا طريقكم وابدأوا كده. لا، يجيب لها حلي وعطور وملابس عشان يشوف بنته مبسوطة فرحان، ويخبط على كتف سيدنا الامام علي عليه السلام ويقول له: يا علي، فاطمة في عينيك، فاطمة بضعة مني، من احزنها احزنني ومن اسعدها اسعدني. فيقول له: في عينيا يا رسول الله. ويتم الزواج المبارك بين سيدة نساء أهل الجنة ستنا فاطمة عليه السلام وسيدنا الإمام علي حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنبدأ نتفرج على سيدنا رسول الله مش بس أعظم وأحن أب في التاريخ، ده أعظم وأحن حما عرفته البشرية. وتكبر ستنا فاطمة وتبقى في سن الجواز، ويبدأوا الخطاب يتقدموا لها كتير جدا جدا جدا، لحد ما واحدة من الأنصار تروح لسيدنا الإمام علي عليه السلام والرضوان وتقول له: يا علي، أما علمت أن فاطمة قد خطبت؟ يعني بيتقدم لها خطاب كتير. قال: علمت، أنا عارف. قالت: يا علي، ما تروح لسيدنا النبي تتقدم، إن شاء الله يوافق. قال: ليس عندي ما أخطبها بي، ما عنديش صداق، معيش مهر. قالت: لا عليك يا علي، اذهب ورسول الله يحبك ويوافق. فبيقول فضلت تضغط عليا وانا مكسوف من سيدنا النبي لان انا معيش مهر، بس هو نفسه يتقدم لستنا فاطمه. بيقول فاجمعت نفسي، شجعت نفسي كده ورحت لسيدنا رسول الله. شوف حضرتك، شوف بقى حنية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيروح لسيدنا رسول الله. سيدنا علي في الحديث الصحيح بيقول: فجلست فأفحمت أمامه. أفحمت أمامه يعني قعدت قدامه مش عارفة أتكلم. فقال لي: كيف حالك يا علي؟ وسيدنا علي عمل راسه كده عليه السلام: يا علي، ما الذي جاء بك؟ وسيدنا الإمام علي عمل راسه كده مش بيرد. يا علي، إيه اللي جابك يا علي؟ محتاج حاجة؟ سيدنا علي ما بيردش. فسيدنا رسول الله يقول له: يا علي، أجئت تخطب فاطمة؟ يقول سيدنا علي: فأومأت برأسي النعم، يعني عمل كده مش قادر حتى يقولها من الكسوف من سيدنا النبي. فقال: يا علي، وأنا زوجتك فاطمة، بالبساطة دي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن يا علي، عندك ما تصدقها به؟ معاك مهر؟
وهنا دليل ان المهر ده فرض، لازم الزوج يدفع مهر. قال له والله يا رسول الله ما معيش حاجه، وده اللي كان مخليني اتكسف اجي اطلب من حضرتك. قال له لا انت عندك يا علي. انا عندي يا رسول الله. ايوه، فين الدرع التي كنت